لكن أقولها الآن بكل وضوح، هناك فئة طيبة بدأت تتحرك في داخل النظام بصدق يقابل هاتين الفئتين. فئة غوغائية في الذين في التحرير، فئة غوغائية في الذين في التحرير، فئة غوغائية في الذين في التحرير، فئة غوغائية في الذين في التحرير. يعني أنا لا أدري الجفري بيتكلم عما يتكلم، وثم كلامه في تثبيط عزائم الواقفين في ميدان التحرير هو وأمثاله. ونحن نعلم أنه على مر التاريخ وجد كثر من علماء السلطان الذين يقفوا مع السلطان حتى لحظة سقوط السلطان، حتى لحظة سقوط السلطان. نحن نرى أمثال هؤلاء ولكنهم قلة. رأينا هذا ابن رفاعة الطهطاوي العظيم، محمد رفاعة الطهطاوي المتحدث الرسمي باسم الأزهر الشريف، يخرج من الأزهر ليأتي يقف مع المتظاهرين في ميدان التحرير، وكلنا نجل هذا. رأينا الجفري وهو يتكلم على المتظاهرين في ميدان التحرير ويقول غوغائية ويقول عبارات ما كان ينبغي أن تقال على أمثال هؤلاء الشرفاء الذين قدموا أكثر من 400 شهيد في الميدان، والذين قدموا الآلاف من الجرحى، ليقف في التلفزيون المصري اليوم أو بالأمس وهو يعني يسقط النظام ويترنح النظام ويقول للشباب لا تذهبوا إلى القصر الرئاسي، ويقول للشباب ممكن تحدث فتن وممكن تحدث كذا وكذا، ويحذر الناس. هؤلاء الشباب معهم من العلماء، من أبناء مصر، من أبناء الأزهر الشريف، ومن علماء العالم الإسلامي بأسره، من جاكرتا إلى نواكشوط، من يقف معهم في ميدان التحرير، من يقف معهم في أيوة ببلاش مش بفلوس. شكرا يا حاج أشرف، ببلاش مش بفلوس. خلي بالك أنا كان عندي كتير يعني واحنا عايزين نسمع الكثير. لا كتير والله يعني. لا عايزين نسمع الكثير مما يشرهم بالبنات. أنا عايز أقول هؤلاء العلماء الشرفاء، أبناء العالم الإسلامي وأبناء المدارس الإسلامية، حتى أبناء المدرسة الحبايب في حضرموت الشرفاء أيضا، منهم من يقف مع هذه الثورة العظيمة، من يقف مع هذه الثورة العظيمة. أنا خايف من أن التلبيس اللي بيعملوا علينا الآن الجفري، أنا آسف جدا، وفي نفس الوقت لما يخرج علينا مفتي مصر الشيخ علي جمعة الأسبوع الماضي يوم الخميس الماضي، عندما قال من يخاف على نفسه من صلاة الجمعة لا يخرج